واتكوزت كابت ورقه فلوس كاب، وانا مطيت عليها وهي مطيت عليها، وبطاطا كان شاحت على الكواسه. بس انت قلت لنا بطاطا اللي كان متجوزها. لا انا بضحك بقى، بعمل قفشات. بيعمل قفشات يا جدعان، ما تصدموش. لا يا كمان انا اللي اتكوزت انشي مش بطاطا. والله انا اللي نشرت الفيديو من عند بطاطا عشان اعمل تسييح لانشي. ها متحم؟ يا ابني انت عبيط. والله انا ونور عين انا اللي نشره والمصحف من عبيط. عند بطاطا. لا عشان استنى، هي خسرتني خطيبتي، حبيت اعمل لها تسييح عشان عيلتها تبان، طلع ملهاش عيله ومأجره الشقه اللي في باتنتي. يا صباح الفل او مساء الفل على حسب ما انت بتشوف الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده باذن الله معانا اعتراف وبراءه، اعتراف كروان وبراءه انجي. فيديو النهارده بالنسبه لكروان مشاكل هو عباره عن كارثه، وده بسبب ذكاء متابعينه. ما يا جماعه ما حدش قال لكم تستفزوني، بتستفزوني ليه؟ ما انا كنت قاعد كافي خير الشر وكنت النهارده هشتغل على حاجه ثانيه. حبكت تستفزوني؟ طب تعال يلا. هو ايه الجديد بالنسبه لقضيه كروان مشاكل؟ وترى تم القبض عليه ولا لا؟ وايه قصه البلاغات المقدمه ضده ومن مين؟ صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجديري. المنتجه ليلى الشبح اعلنت تقديمها 4 قضايا ضد كروان مشاكل. ما شاء الله، ده غير القواضي اللي عنده، ده عنده قواضي سب وقذف، تهديد، ابتزاز، افعال منافيه للاداب. ما شاء الله. انت ناوي تكملهم دسته ولا يا كروان؟ وصدر ضده ضبط واحضار من النيابه، وقالت ان القضايا دي عملتها بسبب سب وقذف كروان مشاكل لها على السوشيال ميديا، رغم اعتذاره لها اكتر من مره وتنازلها مره عشانه، لكنه استمر في اسلوبه فقررت انها تقاضيه. ولكن المنتجه ليلى الشبح مش هي لوحدها اللي عملت قضايا ومحاضر ضد كروان مشاكل. محامي شهير تقدم ببلاغ للنائب العام ومحضر ضد كروان مشاكل بيتهمه بسب وقذف وتهديده. مش ده المحامي اللي انت كنت هجيبه بلبوس؟ ايوه حصل فعلا، ما هو معانا النهارده في الحلقه برضه. صحفيين كمان عملوا بلاغ للنائب العام ضد كروان مشاكل بعد اعتدائه عليهم لفظيا في عيد ميلاد انجي حماده. لا حول ولا قوه الا بالله. كل دول ما شاء الله عاملين عليك قواضي. امال مين بيحبك يا ابني؟ ده غير لايف شهير ظهر فيه كروان مشاكل وقام بسب الصحفيين. وعلى فكره عدد كبير من الصحفيين دعوا النقابه انهم ياخدوا اجراء ضد كروان مشاكل بسبب اللايف ده، ولكن اللايف ده كان مقتطع من لايف كبير شغال، ما كانش فيديو كامل موجود. صحافه، محامين، ليلى الشبح وانجي حماده. الظاهر ان انت محبوب قوي يا كروان والله. وقال ان انجي حماده هي اللي خلته يعمل الفيديو الفاضح اللي كان سبب في القبض عليها الشهير واللي اسمه فيديو المطبخ. وقال كمان ان في واحد صاحبه هو اللي نشر الفيديو ده، مش هو اللي نشره. حلو قوي الكلام ده، وانا بصراحه بحب العب لعبه القط والفار. الكلام ده انا هرد عليه بالفيديو بصوت وصوره. ده كروان مشاكل وهو بيعترف اعتراف كامل ان هو اللي نشر الفيديو وان هو متجوز انجي حماده. مش كده وبس، ده انا هعرض لكم فويس بصوت كروان وهو بيهدد انجي ان هو هيفضحها. مش مصدقيني؟ اسمعوا. بس نظرا ان الفويس كله شتايم فانا هحاول يا اما اعمل تيت يا اما هقطع الشتيمه. يا انت يا بنت يا شرم، بتقولي في واحده اماراتيه يعني بتتريق على خطيبتي يا وانت معاك صور ليه يا بنت؟ انا عاوز اطلع اشلفك وافتحك يا بنت. ادي اعتراف منه كامل ان هو يطلع يفضحها. وبعدين دي الفاظ يا كروان يعني حد مشهور يقولها بقى؟ ده كلام اخس يا اخي، عيب. وقال انه كان بيلعب احكام والتيشيرت جه عليه قهوه، فجه غير التيشيرت، فاقترحت عليه انه يعمل هذا الفيديو الفاضح. طب طالما هو ما شاء الله عليه يعني عقليته الفظه دي، ليه ما قالهاش لا مش هعمله؟ ما هو بيعرف يتصرف اهو، وبيعرف يشتم وبيعرف يقل ادبه. والمفاجاه كمان ان مشاهد كروان مشاكل من مسلسل بطن الحوت تم حذفها وفقا لتاكيداته هو. يخسى عليك يا دكتور اشرف زكي، ليه كده؟ وده بعد غضب نقابه المهنه التمثيليه بقياده الدكتور اشرف زكي من ظهور كروان مشاكل في المسلسل، رغم انه ما يفهمش اي حاجه في التمثيل. لا يا جماعه، ده راجل فنان شامل وكامل، بس هو حقد الفنانين عليه، هو اللي عملوا فيه كده. كروان مشاكل او احمد علي ظهر على السوشيال ميديا بفيديوهات في البدايه خادشه للحياء بيقلد فيها البنات، وظهر بقى مع مطاعم شهيره في الاول. لا 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 لا، ما اسمحلكش يا جديه. الراجل كان بيقدم فن وطلع وقال يا جماعه انا بقدم فن، حتى لو لابس باضي، حتى لو بيتاخد ورا مصنع الكراسي فهو فن. جرى ايه يا احمد؟ انت مش فاهم حاجه في الفن ولا ايه؟ وبعد كده بقى يعمل مشاكل مع المحلات والشركات كنوع من انواع الفيديوهات اللي بتجيب ترند، وما كانش بيظهر برضه لحد ما اتعرف على واحده اسمها دره، وطبعا شفنا الفيديو الشهير بتاعها اللي طلع فضحها وقال ان هو اللي جايب باروكه ب 3000 جنيه. وتبين انها سيده سعوديه اتفق معاها كرام مشاكل على انهم
يمثلوا انهم متجوزين، هي سعوديه ولا سودانيه يا جدعان؟ ما تعرفوناش بقى. وانهم يعملوا مع بعض لايفات مقابل انه يديها نص الفلوس اللي بتحصل عليها. التيك توك اصلا ما بيديش فلوس الا عن طريق اللايفات، ففلوس ايه اللي هيتحصل عليها؟ وظهرت دره اللي طلعت مش اسمها دره وقالت انها سعوديه، وقالت كمان ان كروان مشاكل كان بيعمل في اللايف الواحد او في اليوم الواحد اللي بيشتغل فيه لايف ما يقرب من نص مليون جنيه، ورفض يديها اي حاجه. ما شاء الله اللهم لا حسد، نص مليون جنيه في اليوم، يعني في الشهر اللي هو قعده دوت يمكن عمل بتاع 15 مليون مثلا. يا ابن الغنيه، طب ده حلو، ده يكفيك لحد ما تخرج من السجن يا كروان، عادي يعني، عيش مالك يا ابني. وقالت كمان ان كل الحاجات اللي كان بيعملها دي ترندات متفق عليها، حتى اتهموا ليها بموضوع رجاله الويل اللي احنا كلنا شفناه. ما هي ممكن لما مؤاخذه تروح ترفع عليه قضيه تشهير وخد في اعراض. كروان مشاكل تغيب عن جلسه التحقيق اللي كانت امبارح، وموقع قناه 24 نشر الكلام ده، واعتقد ان كروان مشاكل خلال ساعات سيكون امام النيابه. لا والله كان طالع امبارح بس مباشر وقعد يقول يا جماعه اعمل ايه، انا بتنقل من شارع لشارع ومن حاره لحاره ومن زقاق لزقاق، وقعد يستعطف الناس، وبرغم كده برضه ما صعبش عليا، مش عارف ليه، انا فقدت الاحساس. ومع ذلك برضه يا جماعه انا عايز اقول لكم ان الواد ده غلبان، والله غلبان. ما هو مفيش واحد لا مؤاخذه صايع او مطقطق هيطلع يفضح نفسه ويقول يا جماعه انا متجوز دي وانا ماضي هنا وانا اللي ناشر الفيديو وهكذا. كل يوم في الشارع شكله يا جماعه. فين سنترة بقى؟ وادي بلغ للنائب العام ان الصندره هي اللي متحفظه عليه وهي اللي بتهربه. وبصراحه يا كروان نصيحه مني ليك، سلم نفسك والله العظيم، ارتاح يا ابني، بدل ما انت عمال تهرب من هنا لهنا 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 وفي الاخر ما انتش عارف ايه الحكم. لا تشهد، انا ما رضيتش اخش الشقه يا جماعه، انا ما رضيتش اخش، هي تيجي تشهد. انا اتقشي 3 سنين ولا 6 ولا 3 شهور، حتى ما فيش الكلام ده معايا. 3 سنين ولا 3 شهور؟ انت بتنقي؟ انت يا ابني مرفوع عليك قواضي والله يمكن مثلا بتاع 13 14 15 قضيه، يعني في الحدود دي، فلو ادوك 5 سنين يبقى كده كرموك. يعني يا جماعه خلاص كده مستقبلي بيضيع ولا ايه يا جماعه؟ هو كان عندك مستقبل اصلا يا كروان واحنا ضيعناه؟ هو مش انت اللي عملت في نفسك كده يا ابني، ولا احنا اللي قلنا لك اعمل؟ ما انا مش فاهم حاجه يا اخواتي، ولا احنا فاهمين، وانت لما تيجي تفهم ابقى تعالى فهمنا. وبعدين لما مؤاخذه مش صحابك اللي على السوشيال ميديا او بالتحديد في التيك توك لما شايفينك بتعمل غلط ما نصحكش ليه ان ده غلط وبطل تعمله؟ ليه استمروا معاك في التمادي وقعدوا يضحكوا ويهزروا وبتاع؟ مفيش الا واحد بس هو اللي قال لك يا ابني انت بتقول ايه، بس بعد ايه؟ بعد فوات الاوان. انا مش عاوز حد يبعت ورده، انا مش فاتح عشان ورده. انا اول مره اشوف واحد هربان يفتح لايف يعني بيقول للرصد انا هنا اهو تعالوا اقبضوا عليا. ذكي فطن. يعني انا اتحبس بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ ما انا مش عارف المناسبه. افعال فاضحه، سب وقذف، تهديدات، حاجات من اللي قلبك يحبها دي. خلي على الله. على اعمل ايه انا بقى؟ ايه دلوقتي اعمل ايه؟ قول لي كده. هتعمل ايه يا ابني؟ العمل عمل ربنا. طب انا نشرت حاجه على صفحتي عشان يحصل اللي هيحصل ده. ليه؟ ده صاحبك طلع وقال والله ما هسيبه، ورحمة جدي ما انا سايبه، عمل كده اهو. بص انا طالع اتاسف له وحقه عليا وحقه فوق راسي. مين النائب العام حقه فوق راسي يا ابني المواضيع لو كانت بالسهوله دي كان نص مساجين مصر خرجوا. انا ما عملتش ما حاجه. بتجيش كده يا كروان، ما بتجيش كده. بص يعني انا خلاص كده اروح فيها. لا يا عم ان شاء الله باذن الله. بص هو كده مش هيحصل لك غير اللي ربنا كاتبه لك، فانت لو شفت حاجه حلوه هيبقى ربنا كاتبها لك، لو شفت حاجه وحشه هيبقى ربنا كاتبها لك، سواء مين اللي اتدخل او مين ما اتدخلش، هي دي حاجه بتاعت ربنا، فانت لازم تؤمن ان ده قضاء وقدر، وهي ان شاء الله باذن الله ممكن تكون دوشه كده وتروح لحالها، فانت ارضى بامر ربنا. دوشه وتروح لحالها؟ ممكن، هي ممكن في حاله واحده بس تبقى دوشه، ان اصحابك الكرام الموجودين على تيك توك يتواصلوا مع كل المحاميين اللي رفعوا عليك قواضي وكل الاعلاميين اللي رفعوا عليك قواضي والاستاذه ليلى الشبح، ويقنعوهم ان هم يتنازلوا عن البلاغات اللي هم عاملينها ضدك، فساعتها هيكون بس عندك بلاغ واحد اللي هو بتاع الفسق والفجور اللي بيتم التحقيق فيه دلوقتي، وده ساعتها ممكن نطلع لك شهاده معامله اطفال او ان انت عندك تربنه في مخك، فبرضه مش هتاخد فيها 10 دقايق في قلب الحبس خالص، فكده الموضوع يبان ان هو دوشه. غير كده يا كروان مقفول عليك بالضبه وبالمفتاح. عم محمد عرفته بيت اختي، راح هو اللي موصلني. يعني كروان قاعد في بيت اخته دلوقتي؟ انا اول مره اشوف واحد بالذكاء ده بيبلغ عن نفسه. راح قبل مش عارف قبل البتوع على البيت،
مشاني من البيت. هو جالك بيت اختك واخدك ومشاك، اسمه بقى الحاج محمد ايه ولا عم محمد مين؟ كل دول متورطين معاك والله العظيم، انت ما شاء الله عمال تبلغ. عم محمد الكنتي اللي مش ما كنتش الا مأمن له هو. الاستاذ محمد الجندي بلغ للنائب العام ان هو متستر على هربان من العداله. يا ابني خلاص كفايه في بقك، اقفل بقك بقى، بلغت عن كل الناس. لا وانا ما بعرفش امشي، وانا بعرف امشي يا جماعه، ما بعرفش امشي. امال كنت ماشي ازاي في المسلسل؟ ماشي على مناخيرك ولا ايه؟ دلوقتي ظهرت كل حاجه فيك. اعتذار كروان للمحامين بالمنظر ده على اللايف مش مقبول. المحامين ما بتاخدش اعتذار في اللايفات، واللي بيقول لي سامح وتنزل له ما اعتذرليش. والمحامين ما بتاخدش اعتذار على اللايفات، بيروح لحد عندهم يعتذر لهم يسامحوه. ادي الراجل عدى العيب وازح، فتح المجال وقال لكم يا جماعه كروان ما اعتذرليش، يجي يعتذر لي وهسامحه، هيسامحه، اعتذروا له ولو هيتنزل بفلوس حقه. الراجل ده كروان غلطان فيه، مهدده وشتمه، فوالله لو طلب ايه حقه. الراجل فتح الباب، ما تخشروش بقى من الشباك، واخد لي بالك يا كروان؟ واقف في ظهره يعني. ربنا يستر عليه. انا اللي عامل له كل حاجه، خلي بالك، هو لو ما يعرفش اي حاجه، بس انا مش لازم اطلع اقعد قدام الناس. لا اصيل اصيل، يعني انت اللي محرضه على انه يهرب. لا زي الفل كده. بس اللي عمله غلط، بس ربنا يفك عنه. شو عامل؟ بس هو برضك عيل غلبان، لازم نعمل حساب عقليته. لا في شو عم تحكوا؟ البني ادم لازم يتعلم كل خطوه. احنا على بث مباشر قدام العالم العربي كله، مفيش حاجه اسمها غلبان. شو في؟ على فكره هو قبل ما لازم يعمل الغلط كان يحاسب عليه. بالظبط كده، زيه زي ابراهيم لا مؤاخذه معاصي، غلط محدش قال والله ان هو في عالم تاني، عالم ديزني، اتجاب واتحاكم واتحبس علشان خاطر غلط، شتم الناس كلها. فده شاتم محامين وعامل فيديوهات قرف، فما عندناش فرق ما بين خيار وبين فقوس يا غالي. هو على فكره كل اللي عمله في اللايفات دوت ما مش ده المشكله. مين كروان هيدا اللي اتخانقنا معه وسبلي؟ هو ده. شو صار فيه؟ لا كل خير، يعني كمان سب البنت اللي دخلت معاكم، دي قضيه 18. بقالنا اسبوع بعت الفتش على طول. انت مش لسه قايل لنا الفيديو ده من سنه ونص؟ لا من اسبوع الفتش انت على طول كده يا عم. لا الصراحه يا جماعه من اسبوع الفتش واتكوسه كابت ورقه فلوس كاب، وانا مطيت عليها وهي مطيت عليها، وبطاطا كان شاحت على الكواسه. بس انت قلت لنا بطاطا اللي كان متجوزها. لا انا بضحك بقى، بعمل قفشات. بيعمل قفشات يا جدعان، ما تظلموش. لا يا كمان انا اللي اتجوزت انشي مش بطاطا. يعني الورقه اللي مع انجي سليمه 100%، وانت بذات نفسك طلعت في برنامج وقلت ان الورقه اللي معاها مزوره وان انت هترفع عليها قضيه. ده بالعكس، ده هي كده بالاستجواب بتاعك ده اللي ما حدش جه جنبك وقال لك اطلع قول اي حاجه، انت اللي طالع بنفسك وقايل بعظمه لسانك، لا في عندك حد هددك ولا في حد رشاك ولا في اي حد عمل لك حاجه. انت قاعد في بيتك في لايفك، الدنيا جميله معاك، قلت. وادي اعتراف كروان بجوازهم قدامنا كلنا. عليا النعمه انشي تبت ب100 راجل ومحترمه احترام، ما شفت سياعه ولا هشوف. يا ابني يا ابني انت لسه شاتمها ورا في الفويس. انا اشهد. الله يبارك لك. انشي حماته بنت الناس المؤدبه. انت عارف انشي حماته معاها 7 شقق في متنتي. يا ابني ده انت شربت لها يا ابني. اسمعك فيديو تاني يا ابني. هو انت عايش معانا ولا انت ايه ده؟ معايا 7 شقق. وقسما بالله كانت متكوسه ابن رئيس تخليه، بس مش هذكر اسمه. لا ما انت ذكرت اسمه قبل كده وخلاص خلصنا. وطلعها. طب والنبي ايه اللي يضحك؟ طب انا اقول لك اصدمك. ايوه اللي مأجر الشقه اللي في مدينه الانجي حماده صاحبي. يعني معنى كده ان انجي قاعده في شقه ايجار باعتراف الاخ التاني اللي قاعد جنبه. يعني انت شغال عمال تحور وعمال تكذب على الست وعمال مش عارف ايه و7 شقق ومش عارف ايه وبتاع، وهي في الاخر مأجرها. والله انا اللي نشرت الفتش من عند بطاطا عشان اعمل تسييح لانشي. ها متحم؟ يا ابني انت عبيط. والله انا ونور عين انا اللي نشره والمصحف من عند بطاطا. لا عشان استنى، هي خسرتني خطيبتي، حبيت اعمل لها تسييح عشان عيلتها تبان، طلع ملهاش عيله ومأجره الشقه اللي في باتنتي.
مأجرة الشقة اللي في مدينتي. ما هو قال لك في الفيديو اللي ورا ان هي فعلا مأجراها. وبعدين يعني ده اعتراف تاني ان هو ده اللي نشر الفيديو من على تليفون بطاطا. وانا في الفيديو اللي قبل ده على طول او اللي قبل اللي قبليه قال لكم ان احتمال كبير جدا ان بطاطا يكون هو اللي مصور الفيديو والفيديو عنده على تليفونه وتم نشره على حساب بطاطا. انا والله من زمان وانا عندي فطنة التحقيق. ما شاء الله عليا، ما شاء الله، ربنا يحميني. واكتشفنا حاجات كتيرة. لا وكيالي تقول لي انت على ورقة الكاس، قلت لها لا انا ما لا يا قلتش على كيمو اقعد اشهد اشهد، انت مش كنت معانا في الموضوع، تشهد لحد الاخر. حبيبي برنس قطر. رحت قلت لها عمت انت، ولا لو حصلت حاجة هقول انا اللي موت. قسما عصما مرتين امسك القلم ورامتي. يا ابني انت اللي ورا لسه قايل ان انت اللي ماضي وانت اللي متجوزها. كده الست يا جدعان هتخرج زي الشعره من العجينه، ما عليهاش اي حاجه بخصوص القضيه دي، والماضي هيفضل ماضي. هي اللي ماتت على الورق. انت لو مكانها هتعمل ايه يا كيم في الوضع ده؟ انا شوف، انا اي مشاكل شخصيه ما اطلعها للعام، احلها وديا في الخاص. احس احنا عشان فنانين قلبي كبار. يا روان، بس يا كروان اللي انا يعني كروان الاخبار اللي جات لي بيقولوا لي لا ماضي على الورق وبطاطا شاهد. اول مره اسمعني، صلى على النبي. اول مره بطاطا اللي اتجوزها وانا مطيت شاحي. لا استنى بس عشان في حاجه انا مش فاهمها. يعني ايه اول مره بطاطا اتجوزها وانت كنت شاحي؟ انا مش فاهم عملتوها ازاي دي. اقول لك كروان يا عمري، انت عارف يا متعم اقسم بالله الصاحب اللي انا اعرفه عمره ما اخسره عشان اي حاجه. ايوه حصل على يدنا كلنا والله فعلا. كنت بجيب اكل انا وبطاطا وانا عامل ريشيم، رحت مخصوص عشان ناكل انا وبطاطا. واول لما رحنا كنا عند بسوكه، ركعنا واحنا راكعين خطيبتي بترن عليا، راح بيقول لي خطيبتك طب انت كاسه. ما سكتش، مسكت انا واخويا مسكنا في بعض. مسكت في بعض ايه يا ابني؟ هو مش انت كنت متجوز انجي؟ فانت خاطب ازاي؟ مش هتفرق والله خالص. هو اللي ضربك كده صح؟ دي ساعتها صح؟ تاني مرة يضربك. مش بقول لكم والله عيل غلبان، والله غلبان، بس هو مش عارف تركيبته عامله ازاي. ده لازم يتعرض على دكتور نفسي يشوف ايه الحاله اللي احنا بنتكلم معاها او اللي احنا نجمناها. ايده تولد تاني مره يمد ايده عليك. ازاي يعمل كده بطاطا؟ ازاي يطول ايده على صاحب عمره؟ ومع ذلك يعني يا كران عادي، ما انت يعني اديك بتتعلم عشان يوم ما تيجي تخش والحاجه تعرف تسد جوه. ومع ان الحاجه دي ما اتمناش لألد اعدائي، ولكن يا كروان ان شاء الله تاخد فيها حاجه بسيطه، يكون القاضي رؤوف بحالتك ويقول لك يا ابني انت على الله حكايتك. مش عارف هتخرج ازاي منها، بس يعني ربنا كريم وربنا كبير. بس كده يا جماعه، انتوا قولوا لي ايه رايكم تحت في الكومنتات، واحلى مسا عليكم. سلام.